انا كنت عايز مصطفى شوبير حارس المرمى. ليه طبعًا. مش احمد الشناوي؟ انا بشوف ان احمد الشناوي حارس مرمى جيد جدا، ولكنه في المناسبات الكبيره حارس مهزوز برضه، ده وجهه نظري. أنت بتقول أنا عايز يعني شوبير، ليه مش أحمد؟ هو اه محمد إيه لا لا، مش في الناس اصل حسبتك؟ انا كتبت بوست امبارح، هو انت ايه احمد الشناوي انت مش شايفه؟ هو انت التعصب عميك؟ آه. انا دي وجهه نظري. مصطفى إمم. شوبير حارس في سنه ده ثباته إمم. يخليني ارميه في النار وانا مطمن. أيوه. خلاص، راجل لسه لاعب ماتش الجيش الملكي في المغرب عادي جدا. فانا كنت عايز مصطفى شوبير، يعني مع احترامي لكل الناس التانية، عشان باحس إن أنا كل ما باقول الجملة دي برضه زي ما باقول أنا، أصل أنا أنا قريت في متعاطف مع عينك إنك حسام عايز تدافع عن رامي رامي ربيعة. ربيعة. ما لإن برضه لا، لا، بس باقرا المرّة دي الناس كلّها لا كانت برضه شايفة إن رامي لسه ربيعة كان والله يلعب. لسه باقرا حاجات وأنا جاي النهارده الصبح، إنه رامي ربيعة ده اللي عايزينه يلعب، دول عايزين مصر تروّح بدري. لأ إزاي؟ أصل هو كان يا المدافع جماعة ده هو المفضل. المدافع الوحيد اللي حسام ما غاروش. آه. يعني المدافع الوحيد اللي لعب تقريبًا كل الماتشات مع حسام حسن، ما عدا ماتش واحد باين. فأنا كنت عايز رامي وأنا عايز جنبه لعلمك ياسر. بالنسبة لي علامة استفهام، وأنا برضه مش مش أنت مش استبعدته ليه؟ مش عارف، يعني مش عارف. وخاصةً إن ياسر إبراهيم السنة دي مش في أعلى فورمة ليه، يعني ياسر كان بيجيب وحسام فورمة السنة دي أعلى وِحِش من كده، جدًا أصلًا. وحسام عبد المجيد بُص يعني قالل خالص إحنا حسام. لا، لأ بُص يا شادي هو النهارده ما تلومش أوي على أي لعيب في الزمالك، أيوه صح. يعني ما بالك بقى كمان لعيب عنده مشاكل في في كل الناس تأديد عارفة عجن وجمهور بيهاجمه. حسام عبد المجيد عقده ضعيف وكل الناس أيوه عارفة صح. كده، عنده مشاكل مادية مع الزمالك، الجمهور بيهاجمه، هتروح الأهلي هتجدد والّا مش هتجدد، العقد اتعدل والّا ما اتعدلش، حصل ما أعرفش إيه، هو حسام أصلًا ذهنيًا ذهنيًا مش معاك. دي مش أعلى نسخة لحسام عبد المجيد، طب ليه رامي ربيعة صحيح ما لرامي لعبش؟ ربيعة أنا ما عندي علامة دي علامة استفهام. استفهام برضه.